ثبت عن الإمام الرافعي وهو من أئمة الشافعية يقول: بلغني حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث فيه مقال، يعني ما بلغ درجة الصحة، ولكن عندهم كل ما ثبت ما جاء عن رسول الله دون ما يفتشوا، بس ما يكون موضوع مكذوب طبعا. أما لو فيه ضعف فيقول الإمام الرافعي: بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال 70,000 مرة لا إله إلا الله، اللي بسموه العتق الأصغر عند العامة، كتب الله له براءتين: براءة من النار وبراءة من النفاق. كنا نعرف القصة عن سيدنا محي الدين، ولكن بالبحث والتنقيب والتفتيش هي عن الإمام الرافعي وليست عن سيدنا محي الدين ابن العربي. فيقول: لما بلغني هذا الحديث لم أخرج من البيت حتى قلت 70,000 لا إله إلا الله، ثم خرجت. طبعا يعني ما يصلي الجماعة، لا، يطلع يصلي الجماعة ويرجع بس، ولكنه توقف عن الدرس حتى ينهي 70,000 لا إله إلا الله. يقول: ثم خرجت إلى الدرس. وطبعا كان الإمام الرافعي الذي هو الشافعي الصغير، وهو لما نقول قال الشيخان في المذهب الشافعي أحدهما الإمام الرافعي والثاني النووي، يعني كبير ما هو قليل، فكان درسه يحضر الكثيرون. وفي كان من جملة من حضر درسه واحد مجذوب يا أخواننا. المجذوب ما هو المنقولي، لا، ولا المتخلف عقليا، المجذوب أهل البركة والدروشة، يعني هدول أهل صفاء وروحانية. فالحاصل: وبينما هو عبد الرس وإذ هذا الولد صار يصرخ ويبكي ويقول: أمي دخلت النار. الله كشف عن بصيرته فرأى أمه تعذب في النار. تكلم الولد لا إراديا، شاب يعني ولا مزوب من 10 سنوات 15 سنة، فيه جذب يعني بساطة ودروشة. الشيخ أشفق على الغلام فقال: اللهم يا رب إني وهبت 70,000 لا إله إلا الله إلى أمها الولد، في قلبها مو بلسانه. يقول: فجأة الغلام صار يضحك ويقول: الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أمي خرجت من النار ودخلت الجنة. فيقول الإمام الرافعي: فثبت عندي صحة الحديث وصدق الغلام، لأن الغلام شو عرفوا أني أنا نويت في قلبي ذلك، فطلع من أهل الكشف. ولذلك يا أخواننا اللي له والد غالي عليه، والدي متوفى غالي عليها، بدي يقدم لنا 70,000 لا إله إلا الله. هذا يقال عند العامة العتق الأصغر. في عندنا العتق الأكبر وهو 100,000 قل والله أحد. يقال: هي منين جبتوا لنا؟ ما له دليل. قل له: يا إنسان إذا أنت ما عرفت اسأل من يعلم. شيخنا شيخ عبد الله سراج الله يقدس روحه بالرحمة ذكر في تفسير سورة الإخلاص حديثا في هذا الموضوع. والإمام البزار صاحب المسند أخرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا يقول فيه صلى الله عليه وسلم: من قرأ قل هو الله أحد 100,000 مرة فقد اشترى نفسه من الله، ونادى مناد في السماء: هذا عتيق الله من النار. فاليوم يا أخواننا يعني لما يخرج مثل شيخنا الشيخ عبد الله هذا الحديث يعلم أنه فيه ضعف، ولكن إيش معنى؟ ما هو معناته ضعيف يعني الرسول ما قاله، لا، وإنما واحد من رواته نسي، لربما واحد من رواته بلا مؤاخذة ضيع كتبه، فيقال عن الحديث ضعيف، بس ما هو معناته أن الرسول ما قاله. ولذلك قال العلماء بالاتفاق وعلى رأسهم الإمام أحمد وأبو داود والأئمة أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، يعني طالما ما بيحرم ولا بيحلل، وإنما بيدعيك لعمل خير. فنحن اليوم يا أخواننا لما نسمع شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المفروض يا ولد أبو العطر قل له بروك، في الدرس ما حدا بسبح، وفي الدرس ما حدا بعطر،
وفي الدرس ما حدا بيحكي، لا مرة ولا نسوان. النسوان تحت تلاقي شيخ عم درس وبتبت ما بيصير حرام. هذول قاطعات العلم عن ايه؟ عن النساء الاخرين. فالمرأة تتكلم في الدرس هذه بلا مؤاخذة يعني عم تشوش على غيرها وبتروح الفائدة عن نفسها. فاذا يا اخواننا الشاهد اني وعملوا بكل ما قد علموا، يعني ما بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلوه. يعني اليوم بعض المسائل فعلا قد يكون دليلها فيه نوع من الضعف، حديثها لم يثبت، ولكن الإنسان لما فعلها وجد أنه هذه يا أخواننا إلى أثر. يعني عندك حديث فيه ضعف، أنا ما أقول ما فيه ضعف، وهو أنه من كانت إلى الله حاجة فليصلي 12 ركعة 12 ركعة، ويقول في الركعة الأخيرة أو بعد ما يخلص يسبح 10 مرات ويحمد الله 10 مرات، يصلي على النبي 10 مرات ويدعي اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك وبمنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدك الأعلى. الجد هنا يعني المكانة، مو جد أبو حاشا وكلا، وجدك الأعلى أي مكانتك العليا، وكلماتك التامة أن تقضي لي حاجة كذا وكذا. راوي الحديث يقول جربته فوجدته حقا. اللي رواه من بعده جربه وإذ فعلا الله أضاله حاجته. اللي بعده كذلك جربه فوجده حقا. كل رواته 7 8 10 كل واحد يقول جربته فوجدته حقا. أحد المصلين عندي هون لما وزعنا هذا الحديث هو قال لي موجود ما موجود ما أدري، قال والله ما وقعت في ضيق ولا حاجة إلا وصليت 12 ركعة وعملت بهذا الحديث فقضى الله حاجتي فورا. يعني كمان هذا منضم إلى الرواة الذي جربه فوجده حقا. يعني هذه الأحاديث قد يكون فيها نوع من الضعف ولكن تثبت بالتجربة يا أخواننا. فما المانع أن نفعل ذلك معتقدين أنه من باب الخير والبركة طالما أنه فيه أثر. ما أجمع العلماء على أنه هذا الحديث موضوع ولا منكر، فيه ضعف. فما معناته أن كل حديث قال العلماء ضعيف إن معناته باطل، لا، غلط، ما هو صحيح. اليوم مسند الإمام أحمد 30,000 حديث. نعم مولانا، الله يبقى هيك شاهد وشهد شاهد من أهلها. هاي الأخ يقول أنا جربته فوجدته حقا. فهذه نضيفها إلى أنه هذه المسائل يعني تتوقف على التجربة. فاليوم يا أخواننا أنت سالك وتسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر وتقول لا بدي أسوي، لا، السالك بسرعان ما يبادر أبدا مهما كان هذا الأمر. ولذلك يا أخواننا الصوفية رضي الله تعالى عنهم ما عندهم الحكم التكليفي إلا نوعين: أمر ونهي. أمر بمعنى أنه أمرك على سبيل الندب أو الوجوب على الرأس والعين، ما بيبحثوا أن هذا واجب ولا فرض ولا سنة، لا، طالما جاء عن رسول الله على الرأس والعين. نهي تركوه، يقول لك هذا مكروه بسوي معلش أبدا. ولذلك يا أخواننا من صفات السالكين إلى الله بدك تعمل بما تسمع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.